حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم. لا صوت يعلو حاليا داخل نادي الزمالك فوق صوت أرض أكتوبر، وحكايات وروايات ومطالبات وقضايا، وحتى وقتنا هذا لا احنا ولا جمهور نادي الزمالك بأكمله عارف مصير أرض أكتوبر إيه. أرض أكتوبر للي ما يعرفش وزارة الإسكان سحبتها من نادي الزمالك بحجة قال إيه يا سيدي عدم جدية التنفيذ، وطبعا احنا علقنا قبل كده على الموضوع ده وقلنا إن الأرض قعدت 22 سنة محدش حط فيها طوبة، ومع ذلك لا وزارة الإسكان ولا غيرها خدوا خطوة مع نادي الزمالك عشان الأرض دي. ولكن بقدرة قادر بعد شهرين أو 3 شهور من بدء نادي الزمالك تنفيذ مشروعه في الأرض بتتسحب الأرض منه. يعني هو سابها لك 22 سنة وأنت غير مستفيد بيها، ولكن أول ما ابتديت تستفيد منها وأول ما بالفعل بدأت تبني فيها قال لك لا هاتها عشان دي عدم جدية تنفيذ. وعدم جدية التنفيذ ده يا سيدي كان التصريح الصادر من وزارة الإسكان عشان سحب الأرض. ولكن زي ما احنا عارفين في مصر كل واحد بيحب يجتهد، وبدأت تطلع روايات تانية من بعض الصفحات وبعض الإعلاميين عشان خاطر موضوع سحب الأرض، اللي هي مثلا زي إن نادي الزمالك سقع الأرض وعايز يبيعها، إن نادي الزمالك هيبني عليها كومباوند، إن نادي الزمالك هيعمل عليها مالها ليلي، لحد ما إدارة النادي الزمالك نفسه رفعت دعوة للنائب العام للنظر بالنسبة للاتهامات اللي بتتوجه لإدارة النادي الزمالك. يعني من الآخر إدارة نادي الزمالك بتقول لك مش أنت بتقول وأنت بتقول وأنت بتقول، طيب أنا بقى يا سيدي بتوجه للنائب العام وبقول له تعالى حاسبني لو أنا متهم في حاجة، أنا ورقي كله معايا، ورقي كله سليم، واللي ليه عندي حاجة يجي ياخدها. حتى حتة إن النادي الزمالك هيقتص حتة من الأرض وهيعملها كمشروع خدمي دي كمان طلع لها ورقة. وده يا سيدي حسب موقع القاهرة 24. موقع القاهرة 24 يا سيدي بيقول لك هيئة المجتمعات العمرانية توافق رسميا على بيع وحدات خدمية في أرض أكتوبر بالنسبة لنادي الزمالك. يعني حتى حتة ان احنا ممكن ناخد جزئية من الارض نعمل فيها مشروع خدمي دي كمان متوافق عليها، ده بخلاف الجواب الصادر من رئاسة الجمهورية نفسها بمد الفترة بتاعة تنفيذ المشروع لنادي الزمالك لحد تقريبا اخر 2026. ومع ذلك وزير الاسكان بيخالف قرار رئيس الجمهورية وبيسحب منك الارض. وطبعا زي ما كلنا شفنا امبارح الاعلامي عمرو اديب وهو واخد حبايتين جراءة ونازل سلخ في مرتضى منصور، وبيتهم مرتضى منصور ان هو صاحب البلاغ في سحب الارض من نادي الزمالك. وانا عن نفسي ما استبعدش الموضوع ده ابدا، لان المستشار مرتضى منصور عمره ما كان بيحب الزمالك. المستشار مرتضى منصور حتى لو في يوم من الايام عمل حاجه كويسه لنادي الزمالك فهو كان بيعملها عشان تتنسب لاسمه فقط لا غير. هو شخص نسبه الانا عنده عاليه، فهو دلوقتي انا مش موجود داخل نادي الزمالك وفي ناس تانية متوليه رئاسه نادي الزمالك، فبالتالي انا عايزهم يفشلوا عشان تفضل بعض الناس تقول لك ولا يوم من ايامك يا سياده المستشار. ودخل كمان مع عمرو اديب امبارح المستشار كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، وقال يا سيدي ان مرتضى منصور سايب نادي الزمالك عليه حوالي 2 مليار ونص ويمكن اكتر. مديونيات بقى، لعيبه ما بتاخدش حقوقها، عاملين في النادي ما بياخدوش حقوقهم، مدربين ما بياخدوش حقوقهم، قضايا في الفيفا عماله تتراكم علينا. بس مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه، ده كده كده الناس كلها عارفاه. اللي انا جاي اتكلم فيه يا سيدي ان لقيت كومنتات كتير قوي منتشره بعد الموضوع ده. الكومنتات دي يا سيدي بتقول بما ان مرتضى منصور طلع هو السبب خلاص بقى ما تعيشوش في دور المظلوميه، وان الدوله كده ملهاش دعوه، ومش كل حاجه ترموا اللوم على الدوله، الدوله ما عملت لكمش حاجه. طب مش اولى تسال نفسك يا جهبذ عصرك وزمانك ازاي واحد اهدر لمؤسسه تابعه للدوله 2 مليار ونص ولسه عايش حر طليق؟ انا عن نفسي حته 2 مليار ونص او اكتر او اقل انا ما عنديش معلومه مؤكده بيها، بس بما انك صدقتها وايقنت بيها اسال نفسك ازاي واحد اهدر من المال العام 2 مليار ونص جنيه ولسه عايش بره؟ ازاي ده ما تقدمش للمساءله القانونيه؟ ولو انت عايز تفهم ليه تعالى وانا افهمك. باختصار كده هحكي لك حدوته ازاي مرتضى منصور طلع بره نادي الزمالك. كان يا مكان يا سعد يا اكرام في 2020 النادي الزمالك عمل تيم تقريبا ما اتجمعش في نادي الزمالك من موسم 2003 2004. تيم بالورق هو كان الاقوى في افريقيا، مصطفى محمد، فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي، زيزو، يا راجل ده امام عاشور كان قاعد على الدكه. الجيل اللي جزء منه في 2019 خد الكونفدراليه، وفي 2020 خد السوبر الافريقي من بطل افريقيا الترجي التونسي وفاز عليه في الدوحه بنتيجه 3-1. وبعدها باسبوع بيقابل النادي الاهلي في الامارات على لقب السوبر المصري وبيفوز عليه وبيتحصل على لقب السوبر المصري. ومن بعدها التيم بدا اسمه يلعلع وما بقاش شايف حد قدامه، ودخل على الترجي تاني في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا ورزعوا 3-1 زيها وطلعوا بره. ومن بعدها دخل على الرجاء المغربي خدوا رايح جاي بنتيجه 4-1 بمجموع المباراتين ووصل لنهائي افريقيا. وقبل نهائي افريقيا قابل النادي الاهلي في الدوري وفاز عليه بنتيجه 3-1. من الاخر كده التيم ده جه عليه وقت جبرتها ما شفناهاش من موسم 2003 2004. ولكن يا سيدي بعد ما بيوصل نادي الزمالك لنهائي افريقيا بيجي للمدرب بتاعه عرض من العروض اللي كلنا عارفينها، عرض من الدوري السعودي. ولكن مفيش مشكله، مشى كارتيرون جبنا باتشيكو. ولكن يا سيدي بنيجي بقى قبل نهائي القرن بيومين 3 بنتفاجأ بتسريب قرار من وزاره الشباب والرياضه بحل مجلس اداره نادي الزمالك لاسباب لا يعلمها الا الله.
وقالوا لك ساعتها هو قرار اتسرب او قرار حقيقي، بس احنا مش هننفذه دلوقتي عشان خاطر ماتش نهائي القرن. لا والله قلبك ابيض. يعني عارف كده حاجه زي مثلا ايه لما مديرك يجي لك يوم 10 في الشهر ويقول لك انت مرفوض، بس مش هرفدك دلوقتي، هرفدك اخر الشهر. فلك ان تتخيل بقى انت هتعيش ال 20 يوم اللي فاضلين في الشهر دول اصلا هتركز في شغلك ازاي. بس ما علينا، بيعدوا اليومين وبيخش نادي الزمالك نهائي القرن. نادي الزمالك بيخش اللقاء وهو الفرقه الاتقل وبيلعب لقاء فوق الممتاز، ولكن الاقدار بتشاء انك ما تاخدش البطوله دي، وخلاص قدر الله ما شاء فعل، وهي المره دي مش عايزاك. وبما ان هي اللعيبه لسه معاك والتيم اللي انت مكونه لسه معاك، ان شاء الله ما جاتش السنه دي تيجي السنه اللي جايه. ولكن ازاي؟ ما يصحش. المهم يا سيدي، بعد انتهاء مباراه القرن بيومين بس، وتحديدا في تاريخ 29/11/2020، بيتم حل مجلس اداره النادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور، وبيتم تعيين لجنه مؤقته برئاسه المستشار احمد البكري. وبعديها يا سيدي بفتره قصيره بيتوفى المستشار احمد بكري، وبنعين لجنه مؤقته تاني مكانه. وقضت يا سيدي اللجنتين المؤقتين الاولانيين دول قضوا بتاع حوالي 3-4 شهور. خلال ال 3-4 شهور دول يا سيدي فقد النادي الزمالك نجم الفريق الاول فرجاني ساسي، عن طريق ان اللجان المؤقته قالت لك احنا معناش فلوس نجدد له، وللاسف الشديد احنا مضطرين نستغنى عنه. وبالفعل بيمشي فرجاني ساسي وبيحترف في دول الخليج. المهم يا سيدي بعد اللجنتين دول ما خربوا الدنيا الى حد ما، جه بعد كده شال اللجنه الثانيه وحط لك لجنه برئاسه الكابتن حسين لبيب. اللجنه اللي الى حد ما اشتغلت في نادي الزمالك وعملت كذا حاجه كويسين جدا. منهم يا سيدي هو تجديد اللاعب احمد السيد زيزو وتوثيق العقد في اتحاد الكوره، وتجديد عقد اللاعب امام عاشور لمده 4 سنوات، ولكن يا عيني ما لحقوش يوثقوه في اتحاد الكوره. ليه يا سيدي ما لحقوش يوثقوه؟ لان بقدره قادر قال لك لا شيل لي لجنه حسين لبيب. ليه يا عم الناس ماشيه كويس، هتشيلها وتجيب لنا لجنه ثانيه ليه بس؟ قال لك لا انا مش هجيب لكم لجنه ثانيه، انا هرجع لكم مرتضى منصور. لا اله الا الله، مش مرتضى منصور ده اللي انت قلت لي عنده مخالفات ماليه وماديه وخارب النادي وشيلته وجبت لي لجان مؤقته 6 شهور عماله تخرب في النادي، هترجعه لي تاني؟ قال لك معلش احنا كنا بنهزر معاكم، ما طلعش عليه مخالفات ولا حاجه، وخدوا مرتضى منصور تاني البسوه. فبصراحه الموضوع كان مثير للجدل، انت شلت لي مرتضى منصور ليه وجبت لي لجنه في الثانيه في الثالثه عشان ترجع تجيب لي مرتضى منصور تاني؟ بس ما علينا يا سيدي، مرتضى منصور رجع يا سيدي المستشار مرتضى منصور، ولكن ليس هو المستشار مرتضى منصور اللي كان ماسك رئاسه النادي الزمالك فيما قبل. المستشار مرتضى منصور يا سيدي لما رجع وقتها رجع وهو حالف لعكها. تعكها ليه ولمصلحه مين ما تعرفش. اول حاجه عملها يا سيدي سياده المستشار مرتضى منصور انه لما لقى عقد تجديد امام عاشور 4 سنين ولكن لسه ما توثقش، قال لك لا عقد امام عاشور مع حسين لبيب باطل، وخد العقد يا سيدي رماه في الزباله. واتفاجئنا فيما بعد انه عايز يبيع امام عاشور، ولكن يا سيدي اللي رفض بيع امام عاشور مدرب الفريق وقتها جيسوالدو فيريرا. جيسوالدو فيريرا اللي كان واخد معاك دوري وكاس، ومع ذلك سياده المستشار تعنت معاه وبدا يعمل معاه مشاكل عشان يمشيه. وبالفعل بعد مشاكل استمرت ما بين مرتضى منصور وفيريرا بيرحل جيسوالدو فيريرا، وبيستغل المستشار مرتضى منصور رحيل جيسوالدو فيريرا وبيبيع امام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي. المضحك بقى مش هنا، المضحك ان المستشار مرتضى منصور بعد ما باع امام عاشور لميتلاند الدنماركي رجع تاني جيسوالدو فيريرا. هو ما رجعوش عشان سواد عيون، هو رجعه بس عشان كان في مشكله في حوار الشروط الجزائيه والحكايات دي. ولكن الراجل يا عيني رجع اتفاجئ ان امام عاشور مش موجود. ده بخلاف اصلا ان قبل امام عاشور رحل نجم الفريق اشرف بن شرقي بعد ما قررت اداره المستشار مرتضى منصور عدم التجديد ليه. فاصبحت اللجان المؤقته ضيعت لك فرجاني ساسي، عودة المستشار مرتضى منصور ضيعت لك امام عاشور وضيعت لك اشرف بن شرقي، عشان بعد يا سيدي ما يضيع لك كل ده يعمل لك واحد من اوسخ الميركاتو اللي حصل في تاريخ نادي الزمالك. ميركاتو ابراهيم نضايا اللي كلنا عارفينه، مش بس لعيبه كسر، لا دي لعيبه كسر وبفلوس كتير، اللي هي لعيبه كسر مش هتنفعك وهتتسبب لك في ديون للنادي لمده 2-3 قدام. وبعد يا سيدي ما المستشار مرتضى منصور عمل اللي عمله ده كله، جت وزاره الشباب والرياضه تاني تعزل مجلس المستشار مرتضى منصور. يعني انت عزلته لي الاول وقلت لي ده عنده مخالفات ماليه، وبعد 6 شهور من اللجان المؤقته رجعته لي تاني وقلت لي لا ده انا كنت بهزر معاك وما عندوش مخالفات ولا حاجه. وبعد ما رجعته بكام شهر رحت جاي عزله تاني وقلت لي لا اصله طلع وحش، وشكلت لي لجنه مؤقته برئاسه اللواء حسن موسى اللي قعد 6 ايام بالظبط وتم عزله، وعينت لي بداله الاستاذ عماد البناني. كل ده يا قلب اخوك حصل في الزمالك على مدار سنه. حصل ليه ولمصلحه مين؟ العلم عند الله. الدوله اللي انت دلوقتي عايز تستثنيها من اللي حصل في نادي الزمالك، الدوله اللي سابت وزير الشباب والرياضه يحل مجلس اداره نادي الزمالك ويجيب لجنه مؤقته في الثانيه في الثالثه وبعد كده يرجع نفس المجلس تاني عشان يرجع بعديها بكام شهر يشيله تاني ويجيب لجنه مؤقته في الثانيه لحد ما نعمل انتخابات لنادي الزمالك واخيرا يكون لنادي الزمالك مجلس اداره زي بقيه الانديه. الغريب والطريف في الموضوع ان وزير الشباب والرياضه اللي عمل كل ده في نادي الزمالك جماهير المنافس بتقول لك ده وزير زملكاوي وبيصرف على نادي الزمالك وبيدلع نادي الزمالك. لا والله يا قلب اخوك لو ده الدلع فانا مستغني عنه.
انا ما كنتش عايز منه اي دلع، انا كنت عايزه بس يسيبني في حالي. بس ما علينا من الحدوته الطويله العريضه اللي انا حكيتها لكم دي، انا بس حكيتها لكم عشان الكام كومنت اللي استفزوني. ولكن احنا في الوقت الحالي عندنا مجلس اداره يشهد له الجميع بالاحترام، وارض اكتوبر اللي قعدت 22 سنه لا مرتضى منصور ولا ممدوح عباس ولا حتى كمال درويش حطوا فيها طوبه، المجلس ده في تاني سنه ليه بدا انه يشتغل فيها. ومع ذلك انت سبت كل المجالس اللي فاتت دي وجيت على المجلس ده وعايز تسحب منه الارض. وانا والله الاول مره اكون داعم بالقوه دي لمجلس اداره نادي الزمالك، لان فعلا الناس دي ورقها كله سليم، وحته سحب ارض اكتوبر دي وراها سر خفي لا يعلمه الا الله. ده بخلاف ان وزاره الاسكان كمان طلعت لك بيان من يومين بتقول لك احنا هندي نادي الزمالك ارض بديله. طب لما انا غلطان وانا ماليش حق، انت عايز تديني ارض بديله ليه؟ يعني لما انا مذنب وماليش حق وانت راجل معاك الحق، ليه عايز تراضيني؟ ليه عايزني اصهين على ارض اكتوبر؟ مين اللي حط عينه عليها وانت ما تعرفش تقول له لا؟ ما اصل صدقني يا خبر بفلوس بكره هيبقى ببلاش. يعني انت لما تيجي تسحبها مني دلوقتي بدون وجه حق، وكمان سنه ولا اتنين الاقي مستثمر كبير بيبنيها كومباوند محترم، اكيد انا هعرف ايه السبب ورا سحب الارض مني، وساعتها شكلكم هيبقى وحش قوي، ولو اني عارف ان شكلكم ما بيفرقش معاكم. ولو انت يا سيدي وصلت لحد نهايه الحلقه، ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب والكومنت الجميل بتاعك، وقول لي ايه رايك في الموضوع. واشوف وشكم على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.